ايه ده بقى؟ جايب جزمة متنية من النص، دي عندي حط قماشة جوه. تمام. التانية دي بتبقى رخمة قوي، بتبوظ الشكل. جاب فوطة مبلولة. ما تقوليش هتروح هتكوي هتروح. ايه ده يا ابن اللذينة، دي رجعت جديدة. سبحان الله، عندي نفس البوت ده، هجربها. ماشي. قصافة، مالها القصافة؟ قفل القصافة. ايه ده؟ طلعها لفوق، قفلت عشان ما تعورش حد. اول مرة اعرفها والله دي. ده اسيتون. اوه، ده بينضف في ثواني كعب الكوتشي. ايه السهولة دي؟ باسيتون بس. جامد. ماشي. دي الخلاط، شفرات الخلاط بدأت تبقى مش حادة، مش حامية. ماشي. جاب ورق فويل، كورنا ورق الفويل. ماشي. او القصدير، حطيناه في الخلاط. هو عايز الشفرات تبقى حادة بورق فويل. بيخلط، بيعمل عصير ورق فويل. لا والله. يعني ورق فويل هيرجع الشفرات حامية. جامدة الحركة دي، هقولها لأمي. ماشي. اللي بعده، ده نمل في الرز وكده. ماشي. ورق فويل برضو. ورق فويل طلع عليه استخدامات كتير قوي. حطيته في المكرونة وفي الرز كده، مفيش نمل. جديدة دي. العفن والشعر اللي بيبقى في المشط بيبوظ الشعر اساسا. هنحط مية وخل، سائل جيلي، سائل تنظيف يعني. ننقع فيهم الفرش لمدة نص ساعة في المية عشان نشيل العفن ده والشعر والكلام، الحاجات اللي بتبقى موجودة في الفرشة دي هتتشال بفرشة. اوه، اتشالت بقت جديدة، الفرشة بقت جديدة. حلوة، هجربها. ماشي. دي مية مغلية، وبعدين مصفى رز. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الطريقة دي من غير زيت؟ لا، الامهات هم اللي قالوا لنا بقى الطريقة دي ايه. اول مرة اشوفها. ماشي. ده الكب ممكن يوقع جوه في الشنطة، دي حركة للبنات دي. جابت دبوس وتوكة، توكة شعر. يا بنت اللذينة، حلوة. كده الكب مش هيقع، مش هيتدلق منه حاجة. لا، حلوة، هتنفعكم. ايه ده؟ شوكة سخنتها وبتخرم غطا الازازة. ماشي. حاسس ان انا عارف الحركة دي، عدت علينا قبل كده. تمام. خدنا غطا الازازة. ايه ده؟ لا، ما شفناهاش دي. جابت السفنجة الحتة الخضراء، قصت حتة على قد الازازة. ماشي. وبعدين بالونة. اه انا ترجمت عدت علينا حاجة شبهها، مش هي قوي. هتعمل حنفية جامدة قوي. بصوا كده، حطينا البالونة. تمام. هتروح على الحوض بقى، وهتركب الجزء ده في الحنفية. تمام. بدل ما الحنفية اتجاه واحد، هتبقى في كل الاتجاهات. الواحد ينظف الحوض براحته ويغسل اي حاجة براحته. حركة جامدة الصراحة. حلوة. الحياة سهلة بس احنا اللي مصعبينها.